السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة لافوف كوكين. كنتمنى انكم تكونوا بألف خير. اليوم غنقدم لكم وصفة زبدة الفول السوداني بالشوكولات اللي كتجي روعة. كنتمنى انها تعجبكم. بقاو معايا باش نشوفوا المقادير والطريقة. وسمحوا لي كنعتذر على الصوت ديالي لانني ضاربني البرد، ونتمنى انكم تقبلوا عليا. المقادير اللي كنحتاجو عندنا 200 غرام ديال البسكوي على هذا الشكل هذا، 2 معالق كبار ديال الزبده المذابه، 2 معالق كبار ديال زبده الفول السوداني. غنقوم بطحن هذا البسكوي، من بعد غنضيف ليه الزبده المذابه وزبده الفول السوداني ونخلط الكل. في قالب مربع على هذا الشكل هذا غنوضع الورق اللي كيدخل الفرن، غادي نغلف به هذا القالب. ومن بعد غادي نوضع الخليط ديال البسكوي وغنقوم بالتسريح ديالو بدخل الملعقه حتى نحصل على شكل متساوي كما كتلاحظوا معايا. في حمام مريم او بان ماري كنوضع 200 غرام ديال الشوكولات اللي من احسن تكون نسبه الكاكاو ديالو ما بين 50 حتى 70%. غنضيف ليها واحد 2 معالق كبار ديال زبده الفول السوداني او الكاوكاو، غنتركهم حتى يذوبوا كما كتلاحظوا معايا هنايا بعد ما ذابوا. وهنايا على حرارة جد منخفضة غنضيف واحد 2 معالق كبار ديال زبدة الفول السوداني اللي غادي نذوبهم. خاص الحرارة تكون جد منخفضة باش ما تحرقش لينا هاد الزبدة ديال الفول السوداني. هذه غنحتاجها باش نسوقوا بها من الفوق. كما كتلاحظوا معايا هنايا ضعت الشكلاط المذاب، حاول التسريح ديالو. قم بوضع الزبده ديال الفول السوداني والكاوكاو بهذا الشكل هذا. غنقوم بوضع خطوط متموجه على شكل رخامه، غتلاحظوا معايا. من بعد بالسكين غنقوم هكا بحركات دائريه باش ندمج هاد الفول السوداني، زبده الفول السوداني عفوا، مع الشكلاط. كنحصل على هاد الشكل المتماوج كيجي رائع. غنوضعها في الثلاجه لمده 2 ساعات. بعد ما خرجتها من الثلاجه غنخليها تاخذ حراره ديال المطبخ، ومن بعد غادي نقوم بتقطيع ديالها المربعات متساويه. هذا غادي يعطيني 9 ديال المربعات. وهذا هو الشكل ديالها، كتجي رائعه وبنينه بزاف. كنتمنى انكم تجربوها، ولا جربتوها ما تنساوش ديروا لايك الفيديو وتشتركوا في القناه. والى اللقاء، يا لا بروشين.